التعليم حيكون مختلف نوعًا ما، راح نتعرفوا على نوع من التراث اللامادي أو التراث غير الملموس، التراث الجزائري. هذا التراث هذا هو عبارة عن فولكلور، يعني نوع من الفولكلور، ونسموه إحنايا بالوعدة. هنايا نقوم مثلًا سكان المدينة أو سكان الريف أو سكان منطقة يعني محددة هكذا، منطقة سكنية أو قرية، فيقوموا يعني بعد أخذ رخصة من السلطات المعنية، فيقوموا بهذا كنقولوا حنايا الصدقة الجماعية. مثلًا يقوموا ببناء خيمات هكذا متوزعة في ساحة هكذا، تكون ميدان واسع، فيقوموا يوزعوا على الأطراف هذه الساحة خيمات هكذا متوزعة. يوزعوا أيضا مناطق أو لا نقاط هكذا يبيعوا فيها الحلويات، يبيعوا فيها هذه الحلويات اللي تكون خاصة لهذه المناسبة، يعني حلويات خاصة مثل ما مثلا